مساء الجمال من مدينة الجمال والمتاحف مدينة روما عاصمة إيطاليا. وانت بتتمشى فيها بتحس كأنك ماشي في متحف مفتوح. جمال المباني والشوارع والشعب الطيب اللي دايما بيضحك ولغتهم تحس كده بدلع وهم بيتكلموا مع بعض. خلينا نتمشى شوية في شوارعها ونكتشف أهم المعالم والأماكن السياحية في روما. وعايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان انا زرت ايطاليا 7 مرات وعمري ما زهقت منها. دايما بحس فيها ان انا اول مرة ازورها، احساس كده غريب لان البلد جميلة وتستحق، واي حد بيزور ايطاليا بيرجع لها تاني. مدينة روما طول السنة الاسعار فيها غالية بالنسبة للطيران وبالنسبة للفنادق، بس بالنسبة للاماكن السياحية والاكل والشرب الاسعار مناسبة. وايطاليا واحدة من الدول اللي جوها يعتبر معتدل طول السنة. عادي جدا وانت بتتمشى في شوارع ايطاليا هتشوف مسلات مصرية كتير. احنا دلوقتي في اشهر مكان سياحي في روما، والناس كلها بتيجي من جميع انحاء العالم عشان تشوف المكان ده، واسمه سبانيش ستيبس او السلالم الاسبانية. وزي ما احنا شايفين مكان سياحي بس برضه فيه براندات عالمية، فالناس بتيجي تتفسح وبتعمل شوبينج في نفس الوقت. وزي ما احنا شايفين البلد نظيفة جدا. المعروف عن إيطاليا اللي هي بلد الأكل والقهوة. نشرب واحد قهوة دلوقتي عشان نفوق وناكل لازانيا. في ناس بتسافر مخصوص إيطاليا عشان الأكل. وانت في مدينة روما بالتحديد مش محتاج ان انت تستخدم اي وسيلة مواصلات. لو انت بتحب المشي هتقدر تزور كل الاماكن السياحية وانت بتتمشى وبتتفرج على جمال البلد. وزي ما قلت لك في اول الفيديو، وانت بتتمشى كأنك ماشي في متحف مفتوح. زي ما انتوا شايفين كده المطرة شغالة، بس الناس ما عندهاش اي مشكلة، بتتمشى في شوارع روما الجميلة. ودلوقتي داخلين على واحدة من اهم الاماكن السياحية في مدينة روما، وهي نافورة تريفي. اتبنت في القرن ال18 الميلادي. في مقولة بتقول ان انت لو رميت عملة معدنية في النافورة دي بترجع تزور ايطاليا تاني. اول مرة ازور فيها ايطاليا عملت كده، ودلوقتي انا المرة السابعة ليا في ايطاليا. الدنيا منظمة هنا جدا، والناس بتحترم إشارات المرور وما بترميش أي حاجة على الأرض. وطبعا ما ينفعش تيجي ايطاليا من غير ما تاكل جيلاتو اللي هو الايس كريم. بس الايس كريم في ايطاليا مختلف تماما عن الايس كريم المتعارف عليه. ننزل دلوقتي ناخد جولة في شوارع روما بالليل ونشوف اجواء المدينة الليلية عاملة ازاي. طبعا الأجواء الليلية في مدينة روما مختلفة تماما عن الأجواء في المدينة بالنهار، والدنيا أمان جدا وتقدر تتمشى لحد 1-2 بالليل والناس كلها بتسهر. ونختم اليوم بتاعنا بأحلى طبق ريزوتو، واحدة من أشهر الحلويات في إيطاليا واسمها كانولي.